السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي كتير مش طلعت لكم، بس ان شاء الله يعني هطلع لكم بفيديوهات حلوة كتير وهتعجبكم. فيديو النهاردة مختلف بقى عن كل الفيديوهات. وزي ما انتوا شايفين في الفيديو ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطة فواكه. هنعملها بموز وفراولة ورمان موز وفراولة ورمان وتفاح وأي فاكهة عندكم ممكن تحطوها. هي اسمها سلطة فواكه، تتعمل بأي فاكهة. يعني يعني برتقان عندكم برضو حطوه، جوافة برضو حطوه، جوافة تبقى جميلة جدا عليها. بدأت ان انا اعمل الرمان افرطه، وبعد كده قطعت الفراولة زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيرة. وبعد كده هبدأ اقطع التفاح بتاعي. بس الأول زي ما احنا ما متعودين، يلا بينا الأول نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد كده نكمل. وطبعا ما ننساش لايك وشير، وقولولي في الكومنتات انتوا حابين اعمل لكم ايه. وبعد كده هقطع بقى التفاح بتاعي. انا قشرت يعني قطع منه. وبعد كده اكتشفت ان القشر طبعا مفيد وانتوا عارفين، فما كملتش تقشير وايه قطعته بالقشر بتاعه. هو عامة لما اجي اكله كده بقشره، لكن عشان عملته على سلطة فواكه ما قشرتوش. انا عاملة كمية بسيطة جدا من السلطة ديت، يعني تفاحية واحدة وصباعين موز واربع او خمس فراولات كبار ونص رمانية، مش مكترة يعني. الكمية اللي انتوا عايزينها ممكن تعملوها يعني زي ما انتوا حابين. هقطع الموز بتاعي كده بالشكل ده. ويا جماعة ما ننساش اللايك الجميل بتاعكم. انا بكبر بربنا وثم بيكم. هقلب بقى كله مع بعض وهضيف عليهم معلقتين سكر، يعني 3 معالق كبار، مثلا 3 معالق اقصد صغيرين من السكر. وهقلبهم مع بعض. بضيف السكر اهوت. ضيفوا طبعا الكمية اللي انتوا حابينها. السكر ده بيبقى حسب الرغبة طبعا. ومش عايزين تضيفوا عادي ما تضيفوش سكر، ممكن تاكلوها كده عادي بتبقى برضو طعمها حلو. بس انا بحبها يعني عليها معلقتين 3 صغننين سكر كده. وبس كده في بولة الايس كريم بقى، وممكن تقدموها فيها او في طبق او في اي حاجة يعني زي ما انتوا حابين. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.